لا يخدعك تصفيق الناس ولا تغرك الأرقام العالية. فكثرة المتابعين لا تعني أنك مقبول عند الله، ولا أن محتواك نافع في ميزان السماء. قد تذكر في كل مكان وتنسى في صحف الملائكة، وقد لا يعرفك أحد، لكن الله يذكرك في ملأ خير من أهل الأرض جميعا. أحيانا ينتشر مقطع عفوي صادق خرج من القلب، بينما مقطع آخر تعبت عليه يهمل. لماذا؟ لأن النية للمهارة هي ما يصنع الأثر الحقيقي. الناس ترى الإخراج، لكن الله يرى النية. الناس تعجب بالصوت والصورة، لكن الله يعجب بصدق القلب. لذلك راجع نيتك قبل كل نشر، واسأل نفسك قبل كل مشاركة: هل أبحث عن الأجر أم الإجرام؟ هل أطلب القبول من الله أم من الناس؟ الشهرة لا ترفعك، الذي يرفعك حقا هو أن تعمل لله وتخفي عملك عن الرياء، وتسأل الله دائما: اللهم ارزقني القبول عندك ولو لم يعرفني أحد من خلقك. السلام عليكم.